بعمل فيديوهات كتير بقول للبنت او للست المتجوزه او حد بيحب او خاطب، بقول له استحمل ودوس على نفسك شويه. بس في نقطه انت لازم تخلي بالك منها، ولازم تدقق في الكلام ده كويس، عشان مش اي حد بيقولك استحمل تبقى تستحمل لغايه اما تستعبد. انا ما قلتلكش اللي انت تستعبد، انا بقول لك استحمل، مش من اول غلطه تجري على طول وتقول لي لا ده انا ما بحبوش، ده انا ما بعملش. مش من اول غلطه تقول انا عايز اتطلق، مش من اول غلطه اقول انا فهمته. انا بقول لك استحمل مره واثنين وثلاثه وعشرة. لقيته مفيش رصيد ولقيته خنقك، سيبه. انا مش بقول لك استعبد نفسك. واسف جدا لو قلت معلومه للناس وتفهمها غلط. انا عمري ما اخلي حد يستعبد حد، وانا ما بحبش انا الاسلوب ده. زي حياتي انا ما بحبوش، انا في حياتي انا ما بخليش الجماعه اللي عندي يستعبدوني. اللي بيغلط يتحاسب، بس ما تفقدش رصيدك كله. ما تبقيش اللي انا بعمل وبسوي وفي الاخر انت تقطمني وتنزلني. انا مش بقول لك اتضرب، اتهان، الشتم، اتهان قدام الناس، لا ما قلتش كده، والمصحف والله العظيم ما قلت كده. انا بفهم كل الناس. انت مش مرتاحه في الحياه وجربت مره واثنين وعشرة ومش مرتاحه، انا مش بقولك اللي انت تفضلي في حياتك. حاولي تتغيري، حاولي تشوفي اللي احسن. انا عليا بفهمكم المعلومه وانتوا بطريقتكم انتوا بتفهموها. بس في ناس، خلي بالكم، في ناس شايفه نفسها لما تيجي تشوف المعلومه بتشوفها مش شقلبه. انا مش بتكلم عن عيال، احنا كبار وفاهمين. يعني اللي انا بتكلمه مثلا من اول سن 17 18 وانت طالع. انا مش بتكلم اطفال، ما انا لو بتكلم اطفال كانوا فهموني، لكن انا بتكلم كبار. حتى اي حد بيتفرج على الفيديو لازم يفهم الكلام ده كويس. انا مش بخلي البني ادم يستعبد، لا، انا بقول للبنت استحملي، او الست المتجوزه استحملي، عشان ما تضيعيش حياتك من اول تاني غلطه، مش اكتر. والله يا جماعه احلى مسا عليكم، يا ريت ما تزعلنيش منكم.